اولا تنوجه الشكر للجريده الالكترونيه الفجر الرياضيه والذاكره 24 على المواكبه المستمره لجميع انشطه المجموعه الرياضيه سيني درمل. اليوم تنعيشوا واحد التظاهره بواحد المناسبه اللي عزيزه على كل المغاربه، الا وهي ذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن. اود بهذه المناسبه نشكر جمعيه مارتيل للجنباز الايقاعي على التنقل ديالهم مدينه مارتيل، والمشاركه ديال اطفال المدرسه الرياضيه للجنباز. نتمنى نكونوا توفقنا، والشعار ديال هاد المناسبه هذه ولا التظاهره هو ما كاينش غير كره. اليوم انفتحنا على رياضه اخرى، نتمنى تكونوا موفقين اليوم. وبهذه المناسبه نتمنوا للوليدات النجاح، لان احنا على ابواب توفيق في الدراسه ديالهم. شكرا لكم على المواكبه المستمره. ما هو الهدف من تنظيم هذا الاختبار؟ والهدف هو اولا باش الاباء يعرفوا المجهودات اللي تيبذلوها الاطر ديال المدرسه الرياضيه سيني درمل للجنباز، لان الرياضه اللي تتطلب مجهودات جباره. وبهذه المناسبه فهي التظاهره هي اليه للتقويم والتقييم، اليه للتقييم باش الاستاذ ولا المدرب تيشوف المستوى ديال الولاد ديالو، والتقويم كذلك باش يطور ويحسن من الحصص التدريبيه ديالو. وهي كذلك مناسبه للانفتاح على تجارب اخرى مثل الجمعيه ديال مارتين اللي تترأسها رئيسه العصبه، وتبادل الخبرات والتجارب. هذا هو الهدف الرئيسي. اسمي تشاد تيفن من جمعية مارتين للجنباز، وشاركت في البطولة الأفريقية للجنباز، وحصلت على المرتبة الثالثة في الكونكور جينيرال، والثالثة في الشريط، وأيضا الثالثة في الكرة.